لو حابين تسمعوا الحقيقة من غير تزييف ولا كذب، يبقى مكانكم هنا في قناة هحكي وما تستغربش. بصوا كده على صورة الراجل اللي قدامكم ده، وشه مألوف لينا كلنا، دايما بنشوفه في دور الشيخ الطيب أو الراجل الغلبان اللي صوته هادي. ده الفنان عبد العظيم عبد الحق. والصدمة اللي هبدأ بيها كلامي إن الراجل اللي الناس فاكراه مجرد ممثل بسيط ده كان في الأصل ابن أكابر من الطراز الأول، وعيلته كانت بتحكم وتتحكم. اسمعوا الحكاية من أولها عشان تعرفوا حجم التضحية اللي عملها الراجل ده. عبد العظيم اتولد في المنيا سنة 1905 في عيلة أرستقراطية بجد. والده هو عبد الحق باشا، واحد من كبار أعيان الصعيد اللي كلامهم مسموع في كل حتة. الباشا الكبير ده كان عنده حلم واحد، وهو إنه يكون أبو الوزراء الثلاثة. وفعلا أخوه الكبير عبد الحميد عبد الحق باشا حقق حلم أبوه، وبقى سياسي بارز ونقيب للمحامين، ومسك وزارات كتير زي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والتموين. ده غير إن كان في أخ تاني وزير للمواصلات. يعني عبد العظيم كان المفروض يكمل المثلث، يلبس البدلة الشيك ويدرس قانون وسياسة ويبقى الوزير الثالث. لكن عبد العظيم كان قلبه رايح في سكة تانية خالص، كان بيموت في حاجة اسمها مزيكا. تخيلوا إن ابن الأكابر ده اللي كان عايش في قصر بيمشي فيه الخدم والحشم، كان يهرب بالليل ويقعد وسط المداحين والمنشدين في الموالد. كان بيعشق الموال الشعبي اللي طالع من قلب الناس. لما أهله عرفوا، الدنيا قامت وما قعدتش. والده وإخواته حاولوا بكل الطرق يجبروه يدرس قانون ويشتغل في السياسة، بس هو رفض. وأخوتي الباشا قالوا بقسوة: أنت عاوز تصغرنا وتشتغل مشخصاتي ومطرباتي؟ ومن هنا الحكاية اتغيرت خالص. أخوه حطه قدام الأمرين: يا تمشي مع العيلة وتعيش في العز، يا تمشي ورا الفن وتنسى إن لك أهل. وعبد العظيم ما كانش بتاع فلوس، كان بيعشق الفن. ساب القصر وساب العز وسافر على القاهرة وهو ما بيملكش مليم واحد في جيبه. وعشان يحافظ على شكل عيلته قدام الناس، اشتغل موظف حكومة الصبح بمرتب بسيط جدا، لكن بالليل كان بيروح يدرس في المعهد العالي للموسيقى. عاش سنين في تعب ومرمطة وهو ابن باشا وأخوه وزير، بس عشان يثبت للكل إن الفن ده قيمة مش عيب. دي كانت البداية اللي خلت ابن الباشا ينسى القصور ويروح يعمل ألحان قريبة مننا، وهي دي الألحان اللي مصر كلها غنتها، ومحدش عارف إن الراجل الطيب ده هو اللي عملها. وعشان تعرفوا حجم العيلة وهيبة أخوه، اسمعوا أهم معلومات عن أخوه عبد الحميد عبد الحق. عبد الحميد باشا ما كانش مجرد سياسي، ده كان واحد من أتقل الشخصيات اللي جت في تاريخ مصر. والده عبد الحق باشا كان من كبار أعيان الصعيد اللي كلامهم مسموع، وكان حلمه يشوف ولاده الثلاثة وزراء. وفعلا عبد الحميد حقق الحلم ده وبزيادة، وبقى نقيب للمحامين ومسك لوحده 3 وزارات. اسمعوا إنجازات عبد الحميد باشا اللي غيرت مصر. نقيب المحامين، وصل لمنصب نقيب المحامين، وده كرسي ما بيقعدش عليه غير العمالقة اللي ليهم هيبة في القانون. تطهير شوارع مصر، هو صاحب القرار الجريء والوطني بإلغاء بيوت الفجور الرسمية في مصر سنة 1942. وعشان أبسطها لكم، زمان كان في بيوت مرخصة للأعمال المنافية للآداب، والباشا ده هو اللي قفلها وطهر المجتمع من الوباء ده للأبد. وزير ل3 وزارات، تولى مسؤولية الأوقاف والشؤون الاجتماعية والتموين، وفي كل مكان كان بيسيب بصمة قوية. مدينة العمال، هو صاحب الفكرة والفضل في بناء مدينة العمال في المحلة الكبرى، وده كان أكبر مشروع اجتماعي وقتها عشان يسكن عمال مصر في بيوت محترمة. خير الأوقاف، نظم فلوس الأوقاف وخلاها تروح لعمل الخير والبر بشكل حقيقي. تخيلوا بقى لما يكون ده أخوك الكبير الباشا والوزير، وتكون دي مكانة عيلتك وهبتها وسط الناس، وتيجي انت تقرر تسيب كل الجهد ده عشان تروح تنام في الموالد وتدور على لحن. بعد ما عبد العظيم ساب عز الباشا وسكن في القاهرة، عاش حياة بسيطة جدا، وكان كل همه يعمل ألحان تطلع من قلب الشارع والموالد اللي كان بيعشقها وهو صغير. السر الحقيقي اللي كتير ما يعرفوهوش هو اللي حصل مع الفنان محمد رشدي. رشدي في بداياته كان لسه بيدور على سكة تخليه مختلف، وعبد العظيم كان عنده اللحن اللي قلب الموازين، واداله لحن أغنية تحت الشجرة يا وهيبة. واللحن ده ما كانش مجرد أغنية عادية، ده كان زلزال فني في مصر كلها، وكل بيت بقى يغنيها، وهي دي اللي شهرت ولمعت اسم محمد رشدي وفتحت له أبواب النجومية من وسع. والانفراد هنا إن الناس كلها وقتها ولحد سنين طويلة كانت فاكرة إن اللحن ده ملك لموسيقار تاني من المشاهير، لأن عبد العظيم كان بيستخبى ورا فنه ومش عاوز يوجع دماغ عيلته، فما كانش بيطالب بحقه في الشهرة ولا حتى بياخد أرباح. وأخوه الباشا رغم إن الدنيا اتقلبت واللحن نجح نجاح أسطوري، فضل شايف إن ده قلة قيمة، وده خلى عبد العظيم يداري نفسه أكتر ويفضل في الظل. تخيل إن اللحن اللي مكسر الدنيا صاحبه كان بيمشي وسط الناس ومحدش يعرفه، والشهرة والفلوس راحت لغيره.
حتى أغنية سحب رمشة وذبحني لمحمد قنديل اللحن ده بتاعه هو كمان. عبد العظيم ما كانش بيدور على مال، كان شايف الفن ده رسالة، بس الوجع بجد كان لما يسمع لحنه في كل مكان وهو مش قادر يقول أنا اللي عملته عشان ما يفضحش أخوه الوزير. ولما لقى إن التلحين بيعمل له مشاكل مع أهله، قرر يهرب لتمثيل أدوار الشيخ الطيب عشان يثبت للباشا إن الفن ده وقار واحترام، مش مجرد تشخيصاتي وخلاص. الناس دايما بتسأل ملحن عبقري زي عبد العظيم عبد الحق إزاي مسمعناش ألحانه مع الثلاثة الكبار؟ الحكاية مش نقص شطارة، الحكاية إن الراجل ده كان دماغه ناشفة وما بيسمحش لحد يكسر كلمته حتى لو كانت كوكب الشرق بنفسها. 1. الصدام مع الست أم كلثوم. عبد العظيم كان مؤمن إن كلمة الملحن هي اللي تمشي. لما راح يقعد مع أم كلثوم، الست حابة تتغير في اللحن شوية عشان يناسب صوتها. هنا بقى عبد العظيم رفض وقال لها جملة هزت القعدة: يا ست أنا بلحن الكلمة، مش بلحن اللي انت عاوزاه على مزاجك. ومن يومها كل واحد راح لحاله. 2. الحرب الباردة مع عبد الوهاب. عبد العظيم كان شايف إن محمد عبد الوهاب أفسد الودان المصرية لما دخل آلات غربية على ألحاننا، كان بيطلع يهاجمه في كل حتة، وعبد الوهاب ما ردش بالخناق. لكن عبد الوهاب استخدم نفوذه في الإذاعة عشان ألحان عبد العظيم تتركن ومحدش يذاعها. 3. ليه ما لحنش للعندليب؟ الأرواح ما كانتش راكبة على بعضها، لأن ألحان عبد العظيم كانت عافية وطالعة من قلب الريف، وحليم كان في الوقت ده بيدور على الأغاني الرومانسية الرقيقة. عبد العظيم شاف إن صوت حليم مشيلش ألحانه التقيلة، فقرر إنه متنازلش عن أسلوبه عشان بس يشتهر مع حليم. 4. خناقة تحت الشجرة مع بليغ حمدي. حتى بليغ حمدي لما حب يغير في لحن أغنية تحت الشجرة يا وهيبة ويخلي رتمها سريع. بليغ كان عاوزه لحن خفيف عشان يناسب أجواء السهر، لكن عبد العظيم وقف له ورفض تماما. اعتبر إن ده بيضيع قيمة اللحن، وإن وهيبة دي فلاحة مصرية لازم لحنها يفضل رزين زي طين الأرض. أما بقى عن ألحانه، فسحب رمشة كانت هي القنبلة اللي فجرها في وش كل الملحنين وقتها. التحدي كان إنه يثبت إن الأغنية الشعبية ممكن تبقى شيك وفيها موسيقى تقيلة. قدر يخلي محمد رشدي يغني بلون جديد، ميكس بين الموال الصعيدي القوي وبين الرئة. الراجل ده كان ملحن قدير ومقامه تقيل، ومع ذلك مخدش مكانه اللي يستاهل وسط الناس كملحن. السبب في ده إن عزة نفسه كانت غالية عليه قوي، وما كانش بيحب يدخل في المجموعات اللي بتقسم الشغل على بعضها. كان راجل دغري وشايف إن فنه هو اللي يتكلم عنه، وما كانش من النوع اللي يروح يعرض شغله على مطرب. كمان الراجل ده كان ابن حكومة بجد، وصل لمركز كبير في وزارة الثقافة، والوظيفة والمكتب أخدوا من مجهوده كتير، فكان بيلحن لما يروق وباله يصفى، ما كانش واخد الفن سكة لأكل العيش. ومن الحكايات اللي تبين لك شخصيته ودماغه الناشفة في الحق الخلاف اللي حصل بينه وبين محمد قنديل. كان بيحفظوا لحن أغنية وحدة ما يغلبها غلاب، وقنديل حب يحط لمسته ويغير في الأداء بصوته القوي. راح عبد العظيم وقف الشغل وقاله: يا تغني اللي أنا كاتبه بالظبط، يا تسيب اللحن وتمشي. ومن يومها المطربين بقوا يعملوا له 1000 حساب ويخافوا من دقته اللي ما فيهاش هزار. والمفاجأة بقى إن في لحن فعلا كان رايح لمحمد قنديل، وبسبب الخلاف ده راح لمحمد رشدي، وهي أغنية تحت الشجر يا وهيبة. الأغنية دي كانت وش الخير على محمد رشدي وفتحت له باب الشهرة، والناس لسه بتغنيها لحد النهاردة. وعشان نقفل الحكاية اللي مليانة عزة نفس وكرامة، لازم نعرف إن الراجل ده كان حاسس باللي هيحصل قبل ما يموت بسنين. عبد العظيم عبد الحق كان دايما بيقول كلمة غريبة ومؤثرة جدا: سيعرفونني عندما أموت، وسيحبونني عندما يملون من الضجيج. واللي حصل فعلا أثبت إن نظرة ابن الباشا كانت في محلها. هو كان عنده إيمان كامل إن فنه هيعيش سنين طويلة، وإن الناس هترجع له لما تمل من الأغاني اللي بتخلص بسرعة. عبد العظيم كسب نفسه لما فضل حر وموافقش يبيع ألحانه عشان يركب موجة الشهرة، وفضل متمسك بكلمته لحد ما بقى فعلا صاحب الألحان اللي بتعيش العمر كله. هل كنتوا تعرفوا قبل كده إن الفنان البسيط اللي بنشوفه في الأدوار الطيبة ده هو في الأصل من عيلة بأشوات ووزراء كبار، لكنه اختار الفن والفقر عشان متنازلش عن مبادئه؟ لو عجبتكم الحكاية وشايفين إن الفنان ده يستحق التكريم حتى بعد موته، متنسوش تدعمونا باللايك والشير، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من أسرارنا اللي ما بيحكيهاش حد غيرنا. وقولولي في التعليقات، تفتكروا لو كان وافق يلحن على هوا الكبار كان زمانه في مكانة تانية؟ ولا هو شطارته إنه فضل متمسك بلونه لحد ما التاريخ أنصفه؟ مستنية أسمع رأيكم في الكومنتات.